يبدو أن الوداد البيضاوي استفاد ماليا من عصبة الأبطال الإفريقية قبل التأهل إلى دور المجموعتين، وسجل مداخيل فاقت 600 مليون سنتيم. البداية كانت في المباراة ضد فريق أدوانا ستارز، بعد المباراة ضد كانو بيلارس النيجيري والتي ضخت في مالية الفريق 52 مليون سنتيم. بعد جاءت المباراة القوية ضد حامل اللقب مازيمبي الكونغولي، ومداخيل وصلت لسقف 92 مليون سنتيم. المرور لدور المجموعتين والأندية القوية التي واجهت الفريق الأحمر، بداية بمولودية الجزائر وحضور جماهيري ترك في خزينة الوداد 105 ملايين سنتيم. وأعلى مدخول سجلته مباراة الوداد ضد الترجي التونسي ب 128 مليون سنتيم. الرقم سيتكرر مرة أخرى في مباراة القمة ضد الأهلي المصري وبشبابيك مغلقة بعد أن استنفذت التذاكر أياما قبل النزال. 600 مليون سنتيم ستنضاف إليها 700 ألف دولار منحة التأهل للمربع الذهبي، أرقام أنعشت خزينة الوداد بعد استثمار البداية بتعاقدات كلفت الفريق ما يفوق المليار سنتيم. مصاريف الوداد وجدها البعض مبالغا فيها، لكن الطريقة التي سارت عليها الأمور كذبت الجميع، ليخرج الوداديون بتأهل لدور النصف ومداخيل أعادت التوازن للنادي حتى قبل بداية الموسم.